يا مساء الجمال، يلا بقى نعمل شيش كباب دجاج وبالمرة نعمل برجر. ده نص كيلو من الفراخ البانيه، حطيتها في الكبة وعجنتها. بعد كده جبت حزمة من البقدونس وتلات اربع فصوص من الثوم المهروس، والبهارات بابريكا وملح وفلفل وبودرة ثوم وبودرة بصل وجينجر. ودي بصلة صفيت ميتها وحطيت البصلة زي ما هي، ومعلقتين كبار من الزيت ومعلقة صغيرة من الهريسة. هنقلب كويس جدا، طبعا بسكينة او بأسياخ الشيش اللي عندك حسب المتوفر. تقدري تعملي الشكل اللي انت حباه. انا هعملها بالطول زي ما انتوا شايفين كده بسهولة جدا. وطبعا كل ما هعمل واحد هبل ايدي بمية عشان بس اللحمة او الكفتة ما تلزقش في السكينة او في الحاجة اللي احنا بنعمل فيها. ده بقى غطا كمان. بالمرة قلت اعمل برجر واشكل، يبقى عندي برجر وفي نفس الوقت يبقى عندي شيش. شايفين سهل؟ مفيش اسهل من كده. وقبل ما نبدأ نحمره هنحطه في الفريزر لمدة ساعة بس يمسك نفسه شوية. في الوقت ده حطيت الكفتة في الفرن لمدة 10 دقايق. وبعد كده هكون جايبة مية البصل عليها معلقة من الصلصة وملح وفلفل وشوية من البقدونس لو لسه متوفر عندك. هقلب كويس جدا وبعد كده اطلع الكفتة من الفرن، وابدأ دلوقتي ادهنها بمية البصل وادخلها بقى تكمل سوا، مش اكتر من تلت ساعة بس كده. طاسة بقى على النار، معلقة صغيرة من الزيت، وابدأ اشوح دلوقتي البرجر. مش عايزة اقول لكم طعمه عامل ازاي، ومش هياخد حرفيا وقت معاكي. هقلبه لمدة 3 دقايق على كل ناحية، وبكده هيبقى احلى برجر تشيكن برجر تدوقوه في حياتكم. تمام، البرجر بتاعنا جهز. مش عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي، شايفين شكله؟ مش عايزه اقول لكم شكله بيتكلم عن نفسه. هبدا ادوق معاكم. طعمه يجنن. يلا بينا نعمل الصوص بقى ده وجربوه، هو اختراع. معلقتين كبار من المايونيز، معلقتين كبار من المستردة، تقدروا تضيفوا الكمية او تضاعفوها براحتكم. هنضيف بقى شوية من البقدونس مع 3 فصوص من الثوم، ونقلب كويس جدا واستمتعوا بقى بأحلى صوص مع البرجر. تقدروا تعملوا توست تحمصوه وتحطوا الصوص وفوقيه الشيش وفوقيه البرجر. جربوه بالطريقة دي، انا واثقة انه هيعجبكم. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه في البرجر. يلا كده جاهز. هجيب الجبنة تشيدر واحطها لمدة دقيقتين بس تملت. اكون محضرة العيش الفينو، وجايبة بقى ترانشات طماطم بصل فلفل خيار مخلل، والصوص طبعا لو حابين تضيفوه وتضيفوا البرجر. وبجد حرفيا استمتعوا باحلى ساندوتشز. لو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبون ابيتي.